أنا مع أي رد فعل شعبي يصدر عن الطلاب لتثبيت الغضب الفلسطيني في وجه الإدارة الأمريكية، ولكي تصل الرسالة إلى البيت الأبيض حازمة وقوية في وجه قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة الدولة اليهودية. أنا مش شايف إن الطريقة هي المثالية إنهم يضربوا، لأنه مثلا هاي كل الطلاب بالجامعات مش كل الطلاب توجهوا لبيت إيل. الإضراب ما بيجيب نتيجة، إحنا كطلاب جامعات إنه نوقف مسيرتنا التعليمية مش مليح إلنا، لأنه إحنا بنطمح إنه نقوي شعبنا وطنيا وتعليميا، والمقاومة بتكون ما عمرها ما كانت بالإضراب، في نقاط تماس، في مقاومة ثانية غيرها غير المقاومة السلمية طبعا. لا مش طريقة مثلى، لأنه طبعا الاحتلال أصلا بده إيانا إحنا نعطل عن مدارسنا ونعطل عن الجامعات تبعتنا، والاحتلال ضد التعليم تاعنا، فإحنا بدل ما إحنا نضرب ونضل ببيوتنا لا نروح على الجامعات ونعمل إحنا وقفات في الجامعة أو بالمدارس تبعتنا. أما الإضراب يعني بالأمانة كلنا قعدنا بالدار ما مش هالعدد الطلع. أكيد لأنه بنقدر على الأقل نعمل أي شيء لحتى نتضامن، لأنه هاي القدس بتضلها إشي منا وجزء منا، يعني ما بنقدر نروح كبنت كأنثى ما بتقدري تروح تعمل مواجهات، بتقدر إنه تتضامن لو بإشي بسيط. هاي المواجهات الفعاليات اللي بتصير هي سبب مهم لنواجه هذه الخطوة. الإضرابات من قبل الطلاب أكيد هي تعبير عن رفضهم لقرار ترامب، وعمليا إنه يكون بس أو إنه يعني إنه يختصر عملية رفض هذا القرار بإضراب يوم ويومين، هذا مش أمر صحيح. يجب أن تترجم هاي لحراك طلابي، ودائما بمختلف مسيرة الثورة الفلسطينية كان الطلاب لهم الركيزة الأساسية في تحريك قلب المعادلة، فعمليا هاي الإضرابات أكيد هي خطوة أولى في التعبير والاحتجاج، بس هي لازم يبنى عليها خطوات ثانية واستراتيجيات لاستثمار الموضوع. واعتقد ان الاضرابات هي طريقه غير ناجحه للرد على قرار مثل قرار ترامب. قرار ترامب هو بحاجه لحكومه، بحاجه لطريقه اشمل واعم من هيك، وهي بتيجي هاي الطريقه من خلال الحكومه. طالما الحكومه بعيده عن الشارع الفلسطيني فهذا لا يؤدي الى اي تغيير. أكيد الإضراب إلى سبب، بس لحاله لا يكفي. يعني بعتقد انه الاضرابات هي احد الوسائل المجديه، لانه هي الشيء الوحيد اللي بيطلعنا عن الحياه التقليديه وبخلينا نرجع نعيد التفكير بقضيتنا، ويعني برضه بتوصل رساله للعالم انه ما تمشوا مسار امريكا بالاعتراف بالقدس كعاصمه لدوله اسرائيل او لدوله الكيان الاسرائيلي.